انا قررت اتجوز. وماله يا حسين؟ ألف مبروك يا حبيبي، وربنا يتمم لك بخير يا رب. تكون بنت حلال المهم وتستاهلك. استني بس، مش نعرف هي مين وظروفها ايه الله يبارك فيك يا ديدي. وانت يا زيزي لسه زي ما انتي؟ طب بارك الاول. بس عادي ولا يهمك يا حبيبتي، انا بحبك زي ما انتي كده. والمكالمة دي علشانك انتي بالذات، عشان تهبطي وما تكلميش في الموضوع لما اجي. سسبنس سسبنس سسبنس، وتقولوا لي سكتم بكتم. ها انجز يا ابني، هي مين وعرفتها ازاي؟ طويلة قصيرة تخينة رفيعة؟ انا هتجوز ليلى. ليلى مين يا حسين؟ ليلى يا ديدي، حب عمري بتاع زمان، اللي لولا الظروف كان زمانها دلوقتي مراتي، وابنها اللي معاها ده ابني. يلا الحمد لله، اللهم الاعتراض. لا بصي، لا مش هقدر بقى، خلاص مش هعرف والله. بيقولك ليلى وابنها وهيتجوزها. كمل يا حسين. مبدئيا من ساعة ما سافرت وانا قفلت تماما من موضوع الجواز ده، وانتوا عارفين. بس من 5 شهور وانا بقلب في الفيسبوك لمحت صورة ليها عند حد من صحابنا المشتركين. دخلت على الاكاونت بتاعها وشفت انها ديفورزت. وطبعا انت ما صدقت، وبعدين؟ المهم بعت لها على الماسنجر، سلمت عليها وحكيت لي انها اتطلقت من حوالي 6 شهور. بس هو بصراحة كان راجل محترم، فالحمد لله كل حاجة خلصت باحترام. ومعاها وليد عنده 7 سنين بس. ومن ساعتها كل يوم بنتكلم، وهي زي ما هي، ذكية وحنينة وبعدين يا حنين؟ خلاص والله سوري خلاص. أبدا، لحد ما حسيت إن ربنا بيعوضني، والحياة قررت تصالحني بيها وتبقى ونس العمر اللي جاي، بدل ما أنا زي القرد كده لوحدي. وقلت ده أنسب وقت أعرض عليها الجواز، وفعلا قلت لها وهي وافقت. بس قعدت تقول لي بقى الناس يا حسين هتقولي إيه، أول بخت واحدة متطلقة كمان عندها ابن 7 سنين. وبعدين بقى اسكتي انتي خالص بقى دلوقتي. والله يا ديدي حاملة هم كلام اخواتي والقرايب والناس، وطبعا اولهم اختك زيزي لان لسانها ما شاء الله متبري منها. بس انا بقى قلت لها طز في كل الناس واولهم زيزي. كده برضو يا حسين؟ يعني انا واخده منك حاجه؟ انا بقول بس، وانت عارف ان انا قصدي مصلحتك. انما في الاخر طبعا اللي يسعدك ويريحك هو اهم حاجه، واحنا بنعيش مره واحده، وده حقك وحقها. ربنا يسعدكم يا اخويا. ايه يا بنتي العقل اللي حل عليكي فجأة ده؟ مالك قلبتيها دراما كده ليه زي اختك؟ لا فرفشي كده، احنا داخلين على فرح، وما تنسيش احنا يوميات كوميدي. ها انا تمام والله. بص يا زيزي، اللي اتطلقت دي محدش عارف ظروفها كانت ايه، ولا مرت بايه، ولا اتأذت ازاي. ومهما الناس عرفت اللي حصل وحتى سمعت عن اسباب الطلاق، هتفضل الكواليس مخبية كتير. الرحمة حلوة يا زيزي، ارحم ترحم. بعدين هي إنسانة، من حقها تاخد من الدنيا فرصة تانية، ده لو ربنا كاتبها لها، ولا هو عيب ولا حرام. وأنا حاسس إن أنا هلاقي راحتي معاها، ودي أهم حاجة. سيبك يا حسين، قولي بس انت ناوي على ايه يا ابني؟ يعني انت مرتب على ايه يا حسين؟ بإذن الله بعد ما انزل بيوم ولا يومين هنروح سوا نطلبها رسمي ونقرا الفاتحة. أنا مش عايز أضيع وقت أكتر من كده، كفاية اللي راح.